اهلا بيكم في مطبخ توتي. برحب بكل متابعيني الجداد، برحب بكل متابعيني في القناة. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة لذيذة جدا جدا، مميزة جدا لشهر رمضان. هنعمل المشمشية. انا عملتها من غير مشمشية وكمان من غير قمر الدين، بمقادير مظبوطة جدا، طعمها خطير، ما تفرقهاش عن الأصلية. تابعي معايا الفيديو عشان تعرفي انا عملتها ازاي. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشيروه عشان الفايدة تعم، ودعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل إشعار جديد بكل وصفاتي الجديدة أول ما تنزل. الوصفة سهلة جدا، تابعي معايا نفس المقادير ونفس الخطوات عشان هتاخدي نفس اللون ده والطعم الخطير. طعمها فعلا حرفيا ما يفرقش عن الجاهزة. كل اللي دقها قال لي ده طعمها حلو قوي، ما صدقش ان انا عاملاها بحاجة غير المشمشية وغير كمان قمر الدين. زي انتهى بتزيين بسيط كده زي ما انتوا شايفين. لونها حلو قوي قوي. هي معلقة لو ضفتيها هتركز معاكي الطعم وهتديكي طعم المشمشية الجاهزة. خطيرة جدا، اقتصادية جدا، ممكن تعمليها حتى بعد رمضان. ولو انت بتخزني البرتقال في الشتاء الوصفة دي كمان هتنفعك في الصيف، تتقدم باردة. طعمها خطير، شايفين لونها، شايفين قوامها، كريمية جدا، ناعمة جدا، طعمها حلو قوي. يلا بقى نبتدي الفيديو بتاعنا. اول حاجة بالمقادير، انا هستخدم كيلو من البرتقال، عليه ربع كيلو من الجزر، ودي النسبة المظبوطة جدا للطعم. اول حاجة هعملها انا هقطع الجزر حلقات وبعد كده هسلقه. الجزر مفيد جدا للبشرة، فيه فيتامين ألف وفيه بيتا كاروتين. مهم تدخليه في وصفاتك كتير. لو عندك بنات صغيرين هيفيدهم في البشرة وفي الشعر، وهيفيد الكبار طبعا. واحنا عارفين ان الجزر غني بفيتامين ألف المهم للنظر. انا كده قطعت الجزر خلاص وهبتدي اسلقه. انا بقى مش هحط مية كتير اسلق فيها الجزر واضيع القيمة الغذائية بتاعته. انا يا دوب هغطي سطح الجزر، واول ما يغلي على النار ههدي عليه النار. اول ما الجزر يشرب المية بتاعته كده يبقى استوى معايا. كده انا ما هدرتش الفيتامينات اللي فيه. حتى الجزر شوية المية اللي هيتبقوا بعد التسوية انا هستخدمهم في بقية الوصفة، عشان انا عايزة احافظ على القيمة الغذائية لكمية الجزر اللي انا استخدمتها. بعد كده هبتدي اعصر البرتقال. انا استخدمت العصارة اليدوية، لو عندك عصارة كهرباء استخدميها، بس دي بتنجز معايا وبتديني طعم جميل للعصير. بغض النظر عن الوصفة، انت لو عايزة عصير برتقال العصارة اليدوية دي رخيصة جدا، موجودة في اي محل ادوات منزلية. بتنجز وبتدي عصير طعمه حلو قوي. ونصيحة مني، لما تعملي عصير البرتقال اشربيه بيور كده بطعمه، هتستمتعي بطعمه وبنكهته. ما تضيفيلهوش السكر. لو انت عايزة تضيفيله سكر استمتعي بطعم البرتقال، حقيقي بيبقى خطير جدا. وبالعصارة اليدوية دي انا ما بفضلش ان انا اعصر البرتقال في الخلاط، لان بعد كام دقيقة كده العصير بيمرر. فافضل حاجة يا اما عصارة الكهرباء يا اما العصارة اليدوية دي. انا هعصر بقى كمية البرتقال كلها. وهأكد عليكم كيلو البرتقال عليه ربع جزر، ما تكتريش الجزر عن كده عشان الطعم ما يبانش في الاخر. وفي نفس الوقت ما تكتريش البرتقال اكتر من كده عشان ايه، ما تمززش معاكي شوية. انا هصفي العصير بعد العصر عشان عايزة اتخلص من اي شوائب فيه. العصارة ديت مفيدة جدا وبتنجز بصراحة. انا بستخدمها دايما لما بعمل عصير برتقال. عصير البرتقال طبعا عارفينه ان احنا مفيد جدا، فيتامينات كتير وخاصة فيتامين سي اللي بيحافظ على البشرة وبيقوي المناعة وبيمنع نزلات البرد. انا استخدمت 3 كوبايات من عصير البرتقال. هو الكيلو عمل 3 مجات من المج العادي بتاع الشاي. انا هاخد بقى ال3 مجات دول وهصفيهم تاني علشان بمصفى اضيق، علشان لو في اي قشور او اي تفل يعني اتخلص منه، علشان انا عايزه الوصفه بتاعتي تبقى كريميه وتبقى ناعمه. بسهوله بيتصفى معايا. نصيحه تانية عايزه افكرك بيها، ما تعملوهوش في الخلاط. العصير في الخلاط هيمرر ومش هيديك احسن حاجه للطعم في النهايه.
هما التلات مجات برتقان كان مقدار الكيلو بالظبط. هتخلص بقى من التفل بتاع البرتقان ده، وهاخد بس العصير. هنا الجزر استوى زي ما انتوا شايفين، شرب المية كلها واتبقى حبة مية صغيرين قوي. ربع الجزر انا هاخد منه كوباية، هو ممكن يطلع معاكي كوباية او ازيد شوية، فانا هاخد كوباية بالظبط. طبعا الكميات هتضعفيها حسب عدد افراد اسرتك. الجزر انا خليته استوى جدا علشان لما اضربه في الخلاط بعد كده يديني بوريه ناعم قوي. انا كده مليت المج خلاص. يعني هو اتبقى كام قطعة كده من الربع كيلو، بس التزمي بالمقادير. هو مج زي ما انا ملياه كده، هو ما تاخديش الزيادة دي، مش عايزين الطعم يفرق معانا، احنا عايزين الطعم زي الجاهزة او زي اللي فيها مشمشية وقمر الدين. يبقى انا كده اخدت المج على 3 مجات البرتقال، وهضيف 4 معالق من السكر. طبعا السكر حسب الرغبة، حابة تزودي شوية تقللي شوية، دي حاجة بترجعلك. انا حطيتهم كلهم في الخلاط وهبتدي اخلطهم علشان يديني بوريه ناعم. عندي هنا 3 معالق من النشا هضيفها برضو للخلاط. التكة انا هضيف كمان معلقة صغيرة من بودرة التنج، بس القطعة دي الجزء ده من الفيديو راح مني. خلطتهم في الخلاط وهبتدي احطهم بقى في حاجة هرفعهم على النار. بأكد عليكي تاني، انا حطيت معلقة صغيرة من بودرة التنج او فروتي، يعني اي حاجة من الحاجات الجاهزة اللي بطعم البرتقال. هرفعهم على النار مع التقليب المستمر. انا ليه حطيت النشا بقى في الخلاط؟ علشان اضمن انه اختلط كويس وما بقاش فيه اي تكتلات. والخليط وهو بارد رفعته على النار وبقى بتقليب مستمر زي ما انت شايفة كده لحد ما القوام تقل كده. هي وصلت للسوا. يعني لازم تقليب المستمر عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات. وده كده الشكل بتاعها بعد ما رفعتها من على النار. شايفين لونها ذهبي جميل ازاي؟ القوام مظبوط جدا، يعني مقدار النشا مظبوط جدا علشان ما تبقاش متكتله وجامده معاكي. انا عايزاها تبقى ناعمه وكريميه وقت الاكل. عايزه تعرفي انها استوت ازاي؟ هتعملي خط كده على ظهر المعلقه، لو الخط ده ما لحمش يبقى هي لسه نية، لا لو ما لحمش يبقى استوت، ولو لحم تبقى نية. الخطوة دي جربيها في البشاميل كمان، لو عايزة تظبطي السوا بتاعه اعملي الخط. لو لحم يبقى لسه خفيفة وعايزة سوا، لو ما لحمش يبقى استوت ووصلت للتسوية المظبوطة. او المهلبية كمان ممكن تعملي فيها كده. انا هضيف بقى خليط المشمشية الجميل اللي احنا عملناه ده في بولات كده شكلها حلو عشان التقديم. شايفين القوام كريمي ناعم؟ الطعم كان خطير جدا جدا. شايفين؟ هي هنا لسه سخنة، كمان لما هسيبها وهتبرد القوام طبعا هيتقل عن كده. بصوا انا قربت لكم عشان اوريكم قد ايه ناعمة وما فيهاش اي تكتلات، ولونها تحفة جدا جدا. طعمها حلو قوي زي جاهزة بالظبط. جربيها ان شاء الله هتعجبك، ولو جربتيها بطريقتي ادعيلي دعوة حلوة. لو انتي لسه متابعة الفيديو اعملي لايك للفيديو وشيريه، ودعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها. انا زينتها هنا بتزيين بسيط جدا. انا عندي جوز هند عطيتها لون اخضر غذائي، وكمان حطيت قطع من الكريز وعطيتني الشكل الجميل النهائي ده. تزيين بسيط لكن الشكل حلو عجبني، وان شاء الله كمان لما تجربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا جدا، واللي جربها بطريقتي يدعيلي دعوة حلوة. شايفين بقى الشكل النهائي؟ حلوة جدا. طبعا الجو لسه فيه شوية برودة فهي بردت بسرعة، ما حطيتهاش في التلاجة ولا حاجة. انتي حابة تقدميها بدرجة حرارة الغرفة قدميها، حابة تسقعيها في التلاجة سقعيها. في كل الحالات طعمها خطير، محدش هيفرقها عن الوصفة الأصلية اللي بالمشمشية واللي بقمر الدين. جربوها، لو عجبتكم الوصفة شيروها كتير. الوصفة حلوة وتستحق، مقاديرها اقتصادية وطعمها مظبوط جدا جدا. شايفين بقى هنا القوام بتاعها؟ شايفين ما فيهاش اي تكتلات،
لونها حلو قوي قوي، ناعمة جدا، طعمها تحفة جدا. طعمها عجبني جدا وعجب كمان كل اللي دقها، يعني مش انا بس اللي بشكر فيها، كل اللي دقها قال لي دي حلوة قوي وطعمها احلى من الجاهزة كمان. يا رب فيديو يكون النهاردة سهل وبسيط وعجبكم. المقادير اقتصادية، أكد عليكم كيلو البرتقال بياخد ربع كيلو من الجزر، ومعلقة من بودرة التانج أو الفروتسي برتقال عشان نعزز الطعم، ودي هتفرق جدا في النهاية في طعم المشمشية. اخلطي بقى النشا مع المكونات دي على البارد الأول عشان ما يبقاش فيه أي تكتلات، أو حطيه في الخلاط زي ما أنا عملت كده، دي هتديكي نتيجة أفضل. لازم التقليب المستمر وهي على النار علشان ما يبقاش فيها اي تكتلات، وخصوصا تاخدي جوانب الاناء اللي انت بتسوي فيه علشان الاناء الجوانب دي بتنشف بسرعة، ده برضو عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات. صبيها بقى وهي لسه سخنة علشان السطح بتاعها يبقى ناعم زي ما انت شايفة كده. قدميها بقى بدرجة حرارة المطبخ او حطيها في التلاجة تبرد. في كل الحالات طعمها حلو جدا جدا. جربوها، ولو جربتوها وعجبتكم اكتبولي في التعليقات. منتظراكم، وانتظروني في الفيديو القادم بحاجات احلى ووصفات سهلة زي ما انتم متعودين مع مطبخ توتي. سلام.